طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للترم التاني، وهو أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي. مصر في الوقت ده كان بيحكمها الروم أو البيزنطيين. جيش المسلمين لما هيجي مصر هيحارب الروم. طيب مين اللي أشار او جات له فكره اللي هو يفتح مصر؟ القائد عمر بن العاص هو كان صاحب الفكره اللي هو عايز يفتح مصر. يبقى اشار القائد عمر بن العاص على الخليفه عمر بن الخطاب. في الوقت ده خليفه المسلمين كان عمر بن الخطاب. استأذنه اللي هو عايز يفتح مصر عشان ينشر فيها الإسلام ويخلص أهلها من ظلم البيزنطيين ويؤمن حدود الدولة الإسلامية في بلاد الشام. طيب في الوقت ده طبعا الأسباب اللي أنا قلتها دي لما يجيلك سؤال أسباب الفتح الإسلامي لمصر اللي هو نشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية وتخليص أهلها من ظلم البيزنطيين. في الوقت ده جيش المسلمين كان في فلسطين ديت تعتبر جزء من بلاد الشام. بلاد الشام في الوقت ده كانت كنا بنسمي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، كل ده بنسميهم بلاد الشام. بلاد الشام ده كان بيسيطر عليها الروم، فجيش المسلمين كان في بلاد الشام بيحارب الروم، فطلع من فلسطين هيتوجه بقى عشان يفتح مصر. طيب هل هو عمر بن العاص هو كان الفكرة الأساسية اللي هو يفتح مصر كانت عنده ولا هي كانت موجودة من زمان؟ قال لك لا، دي كانت موجودة من زمان. بداية الفكرة كانت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو أرسل كتابا لحاكم الروم في مصر. حاكم الروم في مصر كان بيتسمى المقوقس. المقوقس ده لقب مش اسمه نفسه، يعني اللي بيتولى حكم مصر في الوقت ده كنا بنسموه المقوقس. هو أرسل ليه كتابا. انتوا فاكرين ايام صلح الحديبيه لما هو احنا خدنا هدنه بقى، الرسول قعد يبعت رسائل لكل البلاد يدعوهم للدخول في الاسلام، كانت من ضمنها مصر. طبعا ده كان بدايه الفكره في عهد الرسول. طيب جيش المسلمين خرج من فلسطين متوجه إلى العريش شرقا حتى الإسكندرية غربا، عشان الروم كانوا مقيمين هناك. حاكم الروم كانوا مقيم في الإسكندرية. طيب عمرو بن العاص وحاكم الروم. حاكم الروم طبعا عمرو بن العاص يعني شايف اخترق مصر ووصل يعني من العريش للإسكندرية، يعني سيطر على مناطق كبيرة. والروم أدرك الهزيمة يعني، فعمل صلح سميناه صلح الإسكندرية لأنه وقع في الإسكندرية، فعرف بصلح الإسكندرية ما بين حاكم الروم عمرو بن العاص ما بين عمرو بن العاص وحاكم الروم. طيب ايه شروط الصلح ده؟ قال لي وقف الحرب لمدة 11 شهر، وترحيل جنود الحامية الرومانية عن طريق البحر بأموالهم وبيكونوا آمنون. كمان ألا يعودوا الروم لمصر ثانية أو يحاولوا استردادها، يعني أنا خلاص مشيتهم ما يرجعوش تاني. ألا يتعرض المسلمين للكنائس بسوء، يعني أنا كل واحد ليه دينه، يعني أنا مش هعتدي على أي حاجة. أن يبقى اليهود في الإسكندرية. اليهود كان من ضمن الشروط اللي هم يبقوا في الإسكندرية، ده كانت شروط صلح الإسكندرية. طيب الفتح الإسلامي المصري كان سنة كام؟ 21 هجريا و641 ميلاديا. على يد مين فتح مصر؟ القائد عمرو بن العاص. وبذلك تحولت مصر، كانت أول ولاية بيزنطينية إلى ولاية إسلامية، وأصبح عمرو بن العاص أول والي على مصر. ما يجيلك سؤال أكمل، أول والي على مصر هو عمرو بن العاص. طيب كده لما عمرو بن العاص دخل مصر ما فرضش الإسلام على أهل مصر، قال منح الحرية الدينية، اللي عايز يدخل في الإسلام يرحب به، واللي عايز يفضل على دينه برضو كل واحد يعني مش هيفرض عليه الإسلام. كمان حرص على حماية أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بهم. كمان الأعمال يعني اللي قام بها عمرو بن العاص لما دخل مصر، كمان يقوم بتنفيذ أوامر وتعليمات الخليفة. كان في الوقت ده الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب.
عمرو بن العاص بيعين من قبل الخليفة، خليفة المسلمين. طيب مصر بتتبع الخلافة الإسلامية. مصر كده أصبحت تبع الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية بتنقسم عندي ل3 أقسام: الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية. هيجيلي قائد في العصر تقريبا تحديدا في العصر العباسي الثاني اسمه أحمد ابن طولون. احنا عارفين ان اي والي بيتلقى تعليمات من الخليفة وبينفذ اوامر الخليفة. في الوقت ده الخلافة في العصر العباسي الثاني تحديدا كانت خلافة ضعيفة، الخليفة كان ضعيف، او الخلفاء اللي كانوا بيتولوا في الوقت ده كانوا ضعفاء، فكان عصر ضعف. احمد ابن طولون ده كان المفروض والي على مصر، ما بينفذش اوامر الخليفه، عامل له دوله مستقله في مصر وسماها بالدوله الطولونيه. ما يجيلك سؤال، عصر الولايه بدأ امتى؟ قال لي بعد الفتح الاسلامي لمصر، وانتهى ببدايه تأسيس احمد بن طولون دوله مستقله في مصر. مصر تابعه للخلافه الاسلاميه. يجيلك سؤال مهم: كل الملامح الحضارية في مصر خلال عصر الولاة. عايز أعرف نظام الحكم والقضاء والحياة الاقتصادية والحياة العلمية والعمارة. عندي 5 حاجات هعرف كل واحدة منهم بالتفصيل. أول حاجة نظام الحكم كان عامل إزاي؟ قال لي اكتفوا بنقل بعض المناصب الموجودة، اللي هو أبقى المسلمين على النظام السياسي، بس خدوا نقل بعض المناصب اللي هم الوالي وصاحب الشرطة. الوالي ده ما كانش بيبقى مصري، كان بيبقى عربي في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي والعصر العباسي الأول. أما العصر العباسي الثاني كان الوالي بيبقى يا من الفرس يا من الأتراك، وكان بيتم تغييرهم في مدة قصيرة. كان مكانه بيقعد فين الوالي ده؟ كان في دار الإمارة اللي أنشأها عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط. طيب صاحب الشرطة ده كان مين اللي بيعينوه؟ الوالي وأحيانا الخليفة. كان مهمه إيه؟ قال لي حفظ الأمن وتنفيذ العقوبات. لما القاضي بيحكم على حد فهو اللي بينفذ. ندخل على تاني حاجة معانا هي القضاء. القضاء ده القاضي كان بيحكم على أساس الشريعة الإسلامية، القوانين والأحكام اللي معمول بها في الإسلام. ده وضعه العرب بعد الفتح الإسلامي. غير المسلمين كان لهم قضاء خاصة بيهم إلا إذا احتكموا إلى قاضي مسلم. طيب بعد كده مجالس القضاء كانت بتعقد فين؟ قال لي بتعقد في جامع عمرو بن العاص. ندخل بعد كده على الحياة الاقتصادية، بتنقسم ل3 أقسام: زراعة وصناعة وتجارة. الزراعة أمر عمرو بن العاص بإنشاء مقاييس على النيل. وفي العصر الأموي والعباسي كانوا بيهتموا بحفر الترع والقنوات والأرض الزراعية. الصناعة ظهرت الصناعة طبعا في عصر الولاة. عندي صناعة السفن، فأنشأ معاوية بن أبي سفيان في العصر الأموي دار لصناعة السفن في بلاد الشام، خاصة في مدينة عكا، واستخدمها من مصر الخبراء للاستفادة منه. وكمان عندي كمان النسيج والتطريز. كانت أيام البيزنطيين كان الثياب المصرية كانت بالطراز البيزنطي، حتى جاء الخليفة عبد الملك بن مروان أمر أن يكون الكتابة على النسيج باللغة العربية. التجارة ازدهرت طبعا لازدهار الزراعة والصناعة. طيب أمر عمرو بن العاص بإعادة حفر قناة سويس اللي أنشأها سنسورة الثالث. دي كانت بتربط النيل بالبحر الأحمر. دي القناة دي اتردمت، فهو أمر بإعادة حفرها وأطلق عليها خليج أمير المؤمنين. ندخل بعد كده على الحياة العلمية. الحياة العلمية طبعا احنا مصر هو لسه جداد في الإسلام، فالصحابة اللي جم عشان يعلموا المصريين تعليم الإسلامية كان من ضمنهم ابن عمرو بن العاص، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قام بتعليم الشعب المصري أصول الدين الإسلامي. يعني احنا متعلمين على إيد الصحابة، اللي هم من الصحابة دول اللي هم تعلموا من الرسول أو كانوا بيقعدوا معاه. يبقى قام بتعليم الشعب المصري أصول الدين الإسلامي. كان في عندي نهضة علمية قامت على الدين الإسلامي واللغة العربية في العصر الثاني الهجري، حيث نشأ جيل من العلماء
من أصل مصري صاروا أئمة في القراءات والأدب واللغة والتاريخ. أصبح مصر نشر العلم والثقافة، وساهمت في نشر وتقدم الحضارة الإسلامية. احنا طبعا متعلمين على ناس يا جماعة قاعدين مع رسول، فطبعا يعني انت الأستاذ بتاعك ممتاز، فطبعا انت لازم تكون زيه. ندخل بعد كده على العمارة يعني المدن والمساجد. المدن اللي اتبنت في عصر الولاة زي الفسطاط والجيزة اللي بناهم عمرو بن العاص في عصر الخلفاء الراشدين. أما حلوان في العصر الأموي، والعسكر في العصر العباسي. كانت احنا عمرو بن العاص بنى الفسطاط علشان لما دخل مصر كانت عاصمة البيزنطية، كانت عاصمة مصر الإسكندرية، فلقى الإسكندرية بعيدة، احنا عايزين حاجة جوه القاهرة، عايزين حاجة في القلب، كانت هي مدينة الفسطاط. طب الفسطاط دي كانوا بيطلق عليها في اللغة العربية الخيمة. طيب بعد كده المساجد، عندي جامع عمرو بن العاص، و كمان عندي مدينة الفسطاط اللي عملها برضو عمرو بن العاص، واللي بنى الجامع عمرو بن العاص. ده كان مسجد ومركز للقضاء اللي هو جامع عمرو بن العاص، ومدرسة دينية وعلمية. وبكده يكون درسنا انتهت. ما تكونوا فهمتم. شكرا.